السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة تعلم الكيك خطوة بخطوة. وصفة اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن كيكة يومية كبيرة بحجم عائلي، كتجي رطبة وهشيشة وبتزيين راقي. هذا كله بمكونات جد بسيطة، كنظن انها متوفرة في كل منزل. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة تنال اعجابكم وتردوا لي الخبر باللي كان. وكيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي اللي كيجي عليه الكيك. فباش تعرفوا معايا طريقه تحضير الوصفه وايضا مكوناتها، ما عليكم غير تتبعوا معايا خطوات الفيديو وفرجه ممتعه. فمباشره غنبدا باستعراض المقادير وايضا الطريقه في نفس الوقت. فبسم الله على بركه الله. عندي 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ. لنجاح اي كيك فالبيض ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ. كنضيف عليه قبصه صغيره من الملح، خنيشه من سكر منسم بلا فانيليا ما يعادل 7.5 غرام، وكأس ونصف من السكر الخشن أي سكر سنيدة. أنا استعنت بكأس العنبة، يعني في هذه القياسات ديال هذا الكيك استعنت بكأس العنبة. بالنسبة للبنات اللي من الجزائر أو من دول عربية أخرى فيمكن لكم تستعنوا بأي كأس آخر، ماشي شرط نفس الكأس اللي عندي، يكفي غير تقيسوا به كل المكونات باش هكذا تجي معكم ان شاء الله الكيكه ناجحه. يعني الكاس اللي كتقيسوا به السكر كتوحدوا به القياسات، يعني كتقيسوا به جميع المقادير، وان شاء الله الوصفه غتجي معكم مزيانه. كنطرب البيض مع السكر جيدا، وعاد بياش كنضيف كاس من زيت نباتيه. كيف ما كتلاحظوا معايا الكاس دائما هو نفسه، وكنبقى غاديه بالتطريب المتواصل حتى كيذوب ليا داك السكر جيدا هو والبيض وايضا الزيت النباتيه. فهذا هو الشكل اللي كنتحصلوا عليه للخليط، يعني كيكون مخلط جيدا واللون ديالو كيصبح شيئا ما فاتح. هنا كنضيف كأس ونصف من الحليب يكون بدرجه حراره المطبخ، وكنبقى كنطرب الكل جيدا حتى كينسجموا ليا كل المكونات. هنايا غادي نضيف الدقيق، فكمرحله اوليه غنضيف كأسين من الدقيق الابيض المخصص للحلويات اي دقيق الفورس الفارينه. فانا ضفت الكأس الاول، ها هو الكأس الثاني غادي نغربلو قدامكم كما كتلاحظوا معايا. ودابا غادي نطرب يعني هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجم ليا داك الديك جيدا مع الخليط اللي كيكون عندنا سائل وما كيبقاوش عندنا تكتلات للدقيق. عاد بياش كنضيف الكأس الثالث، وكنضيف عليه مباشرة 2 خنيشات من بيكنج باودر أي خميرة الحلويات ما يعادل 16 غرام. صافي، وكنطرب مرة أخرى الكل جيدا حتى كنتحصل على هذا القوام من الكيك اللي كيكون ما هو ثقيل ما هو خفيف، يعني بين وبين. فالقوام جد واضح على الفيديو. هنا دابا صباح عندي الخليط ديال الكيك جاهز. هنا عندي واحد اللاطه اللي دهنتها بالزبده وايضا رشيت عليها بالدقيق. بالنسبه للقطر ديالها فكيعادل 25 سنتيم على 30، يعني لاطه كتكون كبيره، وقد ما كانت كبيره قد ما يكون احسن، لان ما شاء الله الخليط ديال الكيك راه كميه كبيره. وبالنسبه اللي ما كيبغيش يعني السمك ديال الكيك يكون مرتفع، فكفكره حضروا في هاد اللاطه اللاطات اللي تيكونوا كبار شويه ديال الفران، فكتجي يعني كيكه عائليه، يعني كتجيب كميه كبيره وكتعطينا واحد السمك كيكون معقول. هنا مباشره غادي ندخل اللاطه للفرن اللي كيكون سخون مسبقا، نشعل عليه فقط من الاسفل. تقريبا كتاخذ معنا 30 دقيقه كتصبح مستويه على هذا الشكل. من بعد ما كطيب كنخرجها من الفرن وكنخليها 10 دقائق حتى كتبرد لينا شويه هذيك الكيك ديالنا، عاد باش كيمكننا نزولوها من القالب بكل سهوله على هذا الشكل. هنايا انايا قلبتها على يعني داك الجالي طابت عليها، هي اللي غادي نقدم عليها الكيك، يعني على الوجه ماشي اللي طابت عليه وانما المعاكس اللي كان في الاسفل. باش هكذا الا بغيتو تزينوها باي تزيين كتجيكم يعني ديك الطبقه اللي غتقدموا عليها كتجي مقاده ومستويه كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للتزيين فكيبقى حسب الذوق والرغبه ديالكم، يعني كاينين اشكال عديده من التزيينات اللي سبق ليا وتشاركتهم معكم في القناه. واليوم ان شاء الله غادي ندير معكم غير تزيين بسيط. غادي ناخذ 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء، وغادي نضيف لها واحد الكاس ديال الشوكولا محلى، يعني كريمه محلاه بالشوكولا اي دانيت شوكولا. صافي، وغادي ندوبهم على حمام مريم حتى كنتحصل على غاناش كتكون على هذا الشكل.
صافي هنا كيمكن ليا نزين بها. بالنسبه لي انا هاد الكرناش معتمد عندي، يعني دانيت والشوكولا ملي كندوبهم مع بعضياتهم كيعطيونا واحد الكرناش كيجي لذيذ وحتى كيجي زوين، ويعني مكوناته سهله، ما كيحتاجش مثلا كريمه سائله الا ما كانش يعني نوقفوا عليها، الا ما كانش مثلا ما نديروش كاناش او لا ياغورت ناتور. المهم اللي كنقديو به، ولكن انا المعتمد عندي هو هذا، دانيت شوكولا مع الشوكولا. صافي كنصب هذيك الكميه من الكاناش على الوجه ديال الكيكه صافي، وكنزينها هنايا بالكاوكاو كونكاسي، الكاوكاو المهروش. صافي من بعد ما كنكون حمرته واحد شويه في الفران كنزين به من الجوانب. انا ما كانش عندي كميه كبيره، كان عندي غير القليل وانا نستعن بهذا الزين. مثلا كون كانت عندي كميه كبيره غادي نزين به الوجه ديال الكيكه كلها، وانما قضيت غير باللي عندي، يعني قضيو غير باللي عندكم بالنسبه للزين. فكيبقى كفكره نتوما راه يعني كيبقى لكم الاختيار اللي متوفر عندكم، يمكن لكم تزينوا به مثلا ملي تخرجوا الطورطه الحلوه ديالكم اولا الكيكه من الفرن، كدهنوا على الوجه ديالها بالكونفيتور وكترشوا عليها الكوك. المهم الزين كيبقى بحر يعني كبير على حسب المتوفر. كنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم. كنقول لكم بسلامه عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.